كلنا جميعا تابعنا الاحتفال اللي كان مقام في مشيخة الأزهر بمناسبة المولد النبوي وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوقفنا أو معظم الناس توقفوا عند هذا التعبير المفاجئ بالنسبة لنا، مفاجئ، والأول مرة رئيس دولة عربية إسلامية يتفوه بهذا الكلام اللي ربما هو صادم لكثيرين وهو في نفس الوقت هو حقيقة. نتابع الفيديو، هطرح بعض الأسئلة واترك لكم الحكم وبعد كده نبدأ في موضوع الحلقة. خلونا نتابع الفيديو. ان احنا نعمل، انا بكلم هنا على اهل الدين والمسؤولين عنه، لازم نتوقف كثيرا الحقيقة، نتوقف كثيرا على الحالة اللي موجودة، وانا اتكلمت في الموضوع ده مرة واتنين الحقيقة قبل كده. نتوقف كثيرا قدام الحالة اللي احنا موجودين فيها. مش معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل ان هي تبقى مصدر للقلق وللخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها. مش ممكن يكون الفكر ده، انا مش بقول الدين، انا بقول الفكر ده اللي تم تقديسه، نصوص وافكار تم تقديسها على مئات السنين واصبح الخروج عليها صعب قوي، لدرجة ان هي بتعادي الدنيا كلها، بتعادي الدنيا كلها. يعني 1.6 مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هم؟ مش ممكن. الكلام ده انا بقوله هنا في الازهر، هنا امام رجال وعلماء الدين. والله لأحاجيكم يوم القيامة امام الله سبحانه وتعالى على اللي انا بتكلم فيه ده دلوقتي. انت مش ممكن تكون وانت جواه حاسس بيه، مش ممكن وانت جواه تكون حاسس بيه، لازم تخرج منه وتتفرج عليه وتقراه بفكر مستنير حقيقي. ده انت محتاجين تتوقفوا بشدة، وانا بقول تاني، احنا محتاجين ثورة دينية. محتاجين ثورة دينية، ختم أو الجزء اللي سمعناه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بيقول كده: معقول المليار و600 مليون يعادوا الدنيا كلها عشان هم يقدروا يعيشوا؟ مطلوب منهم أن يقتلوا باقي ال7 مليار؟ نصوص دينية قدسها البعض وهي تعادي الدنيا كلها. ونطرح عدة أسئلة وأتمنى لو أي واحد بيشاهدنا وعنده الجواب يتفضل يجاوبنا. السؤال الأول: ما هو موقف الأزهر ومشيخة الأزهر وشيخ الأزهر عندما كان يسمع هذا الكلام من فم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا سيما أنهم رفضوا تكفير داعش على أساس أن داعش هم أهل قبلة مثلهم؟ السؤال الثاني: لماذا صمت العالم الإسلامي طيلة هذه السنين قرابة 1400 سنة وفجأة اكتشف أن هناك نصوص دينية صادمة مقدسة بالنسبة لهم تعادي العالم كله؟ يطالبون الآن بتنقيح كتب السنة والسيرة. أليس هذا تحريف لأجل تجميل الدين؟ السؤال الثالث: وما هو الموقف أمام النصوص الصادمة التي يحتويها القرآن نفسه؟ هل سيأتي الوقت الذي نسمع فيه أصوات تتكلم عن أيضا تنقيح القرآن من بعض آياته الصادمة والمحرضة على القتل وتكفير الآخر؟ جملة أخيرة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال: طول ما أنت فيه مش هتقدر تبص له كده، مش هتقدر تنتبه للأمور دي، مش هتقدر تشوفها، لكن لما تخرج براه هتقدر تبص لها وهتعرف انها نصوص صادمة. ودي الحقيقة لكل باحث أمين، لكل طالب حق، لكل شخص قارئ بمنطق وبضمير حي، سيجد أن الإسلام به الكثير جدا من النصوص الصادمة والمعادية للآخرين. ليس هذا موضوعنا ولا موضوع الحلقة، لكن فيديو كان يستحق أن نتوقف أمامه ونعرضه لأحبائنا المشاهدين ونطرح هذه الأسئلة والجواب هو لك.